بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم ومشاكله والظلم الذي يقع على الملاك اللي هم المؤجرين وتدني القيمة الإيجارية مقابل انتفاع ثابت منذ تحرير العقد، والذي يمكثون في هذه اللي هم يقومون في الوحدات السكنية ديت ليس المستأجرين الأصليين بل ورثة الورثة. أنا ما عملتش عقد مع دولت ولا عملت اتفاق مع دولت، إنما هم ورثوا بموجب القانون اللي جه استثنائي، وكان أوضاع البلد حاليا وبقى أصبح فيه ضرر للناس. فإحنا عايزين نرفع الضرر دوت، الدولة مسؤولة عن ذلك. طيب، والسيد الرئيس نفسه قال كده تصريح مهم جدا هقوله للسيد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو حس بالمشكلة في أكتر من مناسبة، بس آخر حاجة أنا أفتكرها له واتكلم فيها بمنتهى الوضوح ومنتهى الثبات. قال السيد الرئيس هخلي الناس اللي هم الناس بقى ايه، ويتكلم الناس اللي هم قاعدين يقول لك لا هنروح فين؟ دي شقة، دي احنا اتولدنا فيها، ده حياتنا كلها، ده رحنا فيها، ده كذا، بس دي مش بتاعتك. انت بتستنفذ حاجة مش بتاعتك، انت بتضر ناس. بيتمسك بايه؟ ده انت تشكر، يعني السيد رئيس الجمهورية يشكر ان هو بيقول لكم في شقق، ده انتوا عندكم شقق. الناس اللي بتتكلم في بعض ناس قليلة جدا اللي هي بتتكلم بصدق من المستاجرين، والباقي عنده عماير وعنده يقول لك ده لا هي ايجارها قد ايه، ويجيب العمال يقعد فيها ومأجر فيها قطط وفراخ حاجات كتير جدا. والشقق اللي مغلقه اللي واحد مهاجر بره واللي ساعه يقول لك لا انا ايه يعني، هي ده ايجار اللي انا بدفعه؟ انما زي ما قلت قبل كده لو اتطبق المثل وجبنا اقرار الذمه الماليه بتاع الراجل دوت، ان الفكره اللي قالها احد الملاك كل الشقق هتفضى، هيبقى في نص في المية، 50,000 شقة ولا 100,000 شقة. يا عم نعمل لهم صندوق دعم والدولة يعني قادرة على كده. والسيد الرئيس نفسه قال في تصريح اهوت، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال بالنسبة للناس يقول لك احنا هنروح فين والكلام دوت، لا اهو هخلي الناس تتكعبل في الشقق، واي حد عاوز شقة هنوفرها ليه. في شقق في وسط البلد ايجارها بيقول لهم ليه بقى؟ في شقق ايجارها في وسط البلد 20 جنيه وقيمتها ملايين من الجنيهات. من حق المواطن اللي هو المستاجر ان هو يقعد في الشقه ماشي، ولكن شوف بقى، ولكن من حق صاحبها ايضا ان يستمتع بقيمتها. كلام موزون من السيد الرئيس. يا مجلس يا نواب اسمعوا الكلام، يا حكومه اسمعوا الكلام، يا مستاجرين اسمعوا الكلام. الحق حق والباطل باطل. فنرجو من المستاجرين يعلقوا على افكارهم ويقولوا افكارهم. السيد رئيس الجمهوريه فخامه عبد الفتاح السيسي اتكلم في الموضوع اكتر من مره، وقال للناس اللي هي متمسكين لا ده شقه، ده فيها اتولدت فيها، ده خلفت فيها، ده انا قاعد فيها، ده المدارس، ده مش بتاعتك، مش حقك. السيد الرئيس بيقول لك هخليك تتكعبل، ولو عايز شقه هديها لك. وفي مساكن بتتبني والدوله لما انت تسيب لي بقى الشقه دي وانا اوضب البيت واجر فخلال الفتره الناس اللي قاعدين، الشقق المغلقه، الشقق اللي متأجرة من الباطن، المحلات، كل ده قانون قديم هيطبق. بالنسبة لموضوع الإسكان السيد قال لك ما تزعل، ما فيش حاجة، ما فيش قلق، هخليك تتكعبل وعايز شقة هديها لك. إنما إيجار الشقة في وسط البلد ب20 جنيه، من حقك تقعد فيها ب20 جنيه، وأنت مش مستأجر أصلي ولا كتبت معاك عقد. وورثة كمان المؤجر مش هم الورثة بتوعه، بس من حقهم يطلبوا، من حقه كمان ورثة الملاك إن هم يستمتعوا بأملاكهم. ده السيد الرئيس بيقول كده. يا ريت بقى نشوف مجلس النواب، هل عندكم اعتراض ولا يا حكومه؟ يا حكومه احنا عارفين انتوا كل اللي طلبوا مجلس النواب انتوا اديتوا لهم لجنه الاسكان، زي ما سمعنا بيانات وكده اهوت. فيا ريت يا ريت يا مجلس النواب يعني يتحط كلام السيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عارف ان الموضوع صعب جدا، وموضوع يعني عايزين تعملوا توازن، والتوازن يعني تبقى حاجه صعبه جدا،
انا عارف والله، بس يعني في ناس مظلومه كتيره جدا واملهم فيكم كبير جدا جدا جدا، فيعني ما تخيبوش امل الناس الملاك. وفي نفس الوقت انا عارف ما تظلمش مستاجر، بعيد بقى عن المسؤولين اللي ليهم انتفاع لو طبق القانون ده هيتضروا كده، هو هم مندفعين تبقى بيعطلوا، دول منهم لربنا. انما عايز اقول الرجل الاول في مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بالمشكلة واتكلم عليها وقال لازم يكون ليها حل ان شاء الله. وشكرا.